ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده. انا جوري. النهارده ان شاء الله هنعمل كفتة فراخ هنخزنها رمضان ب100 جرام بس من الفراخ. عندي هنا فراخ وبصلاية واحدة صغيرة وكزبرة على بقدونس وتوم، بس الكمية دي كتيرة انا مش هاخدها كلها، وملح وفلفل اسود وبهارات مشاوي. بس هي دي البهارات اللي انا هستخدمها، مش هستخدم اكتر من كده. وفي الكبة القمر بتاعتي اسمي الله وابدأ اضيف البصل وقطعة الثوم والفراخ بتاعتي وحبة من الخضرة. ومتزودوش خضرة يا جماعة، عشان انا اخضرت جامد مني، هي طعمها كان تحفة بس كانت خضرة شوية. بس الطعم كان حكاية. وحطيت البهارات وضربت كل ده مع معلقتين دقيق وحتة زيت صغيرة بس. لا محطتش زيت، ده زيت في الوصفة التانية، معلش انا اسفة. بس كده، دي الكفتة بتاعتي بقت جاهزة تمام. بعد ما هتقعد لونها هيخضر اكتر، سبحان الله. اهم حاجة الطعم كان حلو، فعشان كده انا نقلتها لكم وانتوا قللوا الخضرة. عندي هنا الطبق وعندي هنا معلقة زيت ادهن بيها ايدي واشكل بالشكل ده. وادي يا جماعة بعمل لها شكل كده بالمعلقة تمام، يديها شكل حلو. طلعوا معايا 6 في الطبق و3 في الطبق التاني، 9 وحدات. 3 التانيين دول هجربها معاكم في اخر الفيديو. بس كده، وهدخلها على الفريزر. طبعا انتوا لو هتستخدموها على طول دخلوها نص ساعة التلاجة وطلعوها بعدين استخدموها. حطيت قطعة زبدة مع حتة زيت وهبتدي انزل بالكفتة بتاعتي. من اول ما حطيتها على النار يا جماعة بصراحة ريحتها كانت حلوة قوي. طلعتها على حبة بقدونس. والوصفة دي بقى تبع الفيديو الجاي، بس انا جربتها معاكم في نفس الفيديو. عملت بانيه ناجتس او بانيه الكوكي زي ما تحبوا تسموه. وبصراحة يا جماعة طعمه طلع احلى من بتاع بره 100 مرة. هنزل لكم الطريقة في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. واهو هفتحها قدامكم، هفتح كل حاجة قدامكم وادوقها. بصراحة كل حاجة كان طعمها حلو. الكفتة كان طعمها جميل، والبانيه كان طعمه رهيب. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان نكبر مع بعض. وهستنى تعليقاتكم الحلوة تحت الفيديو، ونتقابل ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد. ومع السلامة.